عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر عليكم سعيد إن شاء الله بإذن الله. الأهلي اليوم في تمارينه إن شاء الله بإذن الله، كل السكواد كامل وكل السكواد تمام إن شاء الله بإذن الله. سكواد النادي الأهلي كله تمام، واللعيبة والمصابين وكل اللعيبة تمام إن شاء الله بإذن الله. مفيش غير كاموش هو في الراس الحربة، انما التسعة الهجوم تمام، حتى ديانج وزيزو تعافوا من الإصابة إن شاء الله وبقوا تمام وبيشاركوا في التمارين الجماعية، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا أساسي في مباراة الترجي يوم السبت الساعة 9 مساء إن شاء الله. هتكون مباراة قوية جدا، والفوز للنادي الأهلي لا احتمال أي حاجة، لا تعادل ولا أي فوز وبنتيجة كبيرة راضي جمهور النادي الأهلي. واتحاد الكورة صمم على رأيه إن الأهلي يلعب من غير جمهور. ده يا جماعة تحايد، ده بص تحس إن اتحاد الكورة المصري الأهلي مش يعني النادي الأهلي مش مصري، تحس إن هو النادي الأهلي مش مصري، في ضده في كل حاجة، ضده حتى في الجمهور. يعني احنا بنتكلموا يعني بنقولوا الجمهور 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 عشان يساعد النادي الاهلي ويدعم لعيبة النادي الاهلي، مع كمية الجمهور برضو بتعمل اداء للعيبة واللعيبة تلعب حتى تكون عندها روح ان في حد بيشجعها، في حد وراها. انما يا جماعة اتحاد الكورة بصراحة يعني ضدنا في كل حاجة، ضد النادي الاهلي في كل حاجة، حتى حارم جمهور الاهلي ان هو يحضر مباراة كبيرة زي ديت في دوري ابطال افريقيا، اكبر بطولة في افريقيا، ما يتحضرهاش جمهور ويمنع الجمهور النادي الاهلي. دي يا جماعة ده تحايد، بص غير شخصي، يعني بص حاجة كده، بص الواحد يعني مش عارف يعني يسميها ايه. النادي الاهلي يا جماعة، دي النادي الاهلي مصري. انت دلوقتي بتعمل جمهور وتسيب وتوفر كل حاجة للأندية الأخرى، ليه بتيجي عند النادي الأهلي وبتحرمهم؟ يعني انت حطيت مباراة الأهلي والجيش الملكي اللي